يعطيكم العافية شباب وصبايا. اليوم رح نكون معكم بالفيديو الثاني من فيديوهات حل المعادلات والاستمرار. هلا الفيديو الماضي او الفيديو السابق تعرفنا عن المبرهنات الاساسية، الافكار الاساسية اللي ممكن نشتغل فيها. بالفيديوهات القادمة هاد وما بعد هي عبارة عن تمارين. طيب يلي ما كتير ركز معه الفيديو السابق بامكانه يرجع يرجع يشوفه عفوا بعد ما نفوت ونخلص هدول التمارين. طيب تعالوا نشوف اول شيء. عندي مثال بالصفحة 58. عندي هاد جدول التغيرات، بدي اوجد عدد حلول المعادلة f(x) تساوي الصفر. هلا لما بدي اوجد عدد حلول المعادلة f(x) تساوي عدد بغض النظر شو هو، صفر او غير صفر، فهون شو بساوي؟ أول شي بروح على المجالات مجال مجال، يعني مثلا باخذ المجال الأول من الناقص لنهاية للناقص واحد، فبقول لهم والله بهذا المجال التابع تمام مستمر ومتناقص تماما. ليش؟ لأنه تلاقوا السهم نازل. طيب بيجي شو بساوي؟ بصور المجال، صورة المجال من الناقص لنهاية للناقص واحد شو بتطلع؟ بتطلع معي من الناقص 2 للزائد لنهاية. حلو، هاي هي صورة المجال. هلا بسأل حالي هون المعادلة شو هي؟ اف اكس تساوي الصفر. فبسأل حالي الصفر بينتمي للمجال هذا اللي هو الصورة؟ إن بلا بينتمي، فمعناها بيكون للمعادلة حل وحيد بهذا المجال. ليش وحيد؟ لأنه متناقص تماما. خلصنا من هذا المجال، بروح على المجال يلي بعده من الناقص واحد للاثنين. التابع مستمر ومتزايد تماما. حلو، شو صورة هذا المجال؟ من الناقص 2 للأربعة في صفر، فإيه فمعناها في حل. هي طريقة. وهون بما أنه المعادلة f x تساوي الصفر، ففيني أشتغل على أنه صورة هي ضرب صورة هي الجواب سالب، فمعناها للمعادلة حل وحيد. أوكي. وكان فيني اشتغل على تصوير المجال نفس الشيء. بينما لو كان f(x) تساوي عدد f(x) تساوي الأربعة أو f(x) تساوي 2 إلى آخره أي عدد تاني غير الصفر، فما كان فيني اشتغل على هي، فحصرا على صورة المجال. نجي على المجال يلي بعده. عندي من 2 للزائد لا نهاية، التابع مستمر ومتناقص تماما على هذا المجال. طيب حلو، ليكم من 2 للزائد لا نهاية التابع نازل. طيب شو صورة المجال؟ بيطلع معي من 3 للأربعة. طيب من 3 للأربعة في صفر؟ لا ما في صفر، فمعناها المعادلة مستحيل الحل بهذا المجال. هلا مما سبق بستنتج انه بهذا المجال طلع حل وبهذا المجال طلع حل وهون طلعت مستحيلة، فمعناها بستنتج انه المعادلة في حلين مختلفين على R. طيب حلو هالكلام. هلأ رح ناخذ شوية تمارين عن صورة مجال بس لحتى نتدرب أكتر على صورة مجال، مو أكتر بس، أوكي مو أكتر يعني. يعني مثلا إذا طلبوا مني صورة المجال من الناقص واحد للزائد لا نهاية، فبيجي هون هلا لما بيكون التابع مضطرد تماما فحكينا كيف بيشتغله، أو مر معنا بالأمثلة بالمثال السابق. ولكن هون ليكم طالع بعدين نازل، يعني متزايد بعدين متناقص، فما هو مضطرد تماما. فبهالحالة هي شو بساوي؟ باخذ من أصغر قيمة بالمجال لأكبر قيمة بالمجال. أصغر قيمة بالمجال هي الناقص 2، فباخذ من الناقص 2، وأكبر قيمة بالمجال هي الأربعة، فمعناها بيكون من الناقص 2 للأربعة. طيب حلو. هلا في ناس بتسألني إنه أستاذ ليش الأربعة، أو عفوا ليش الناقص 2؟ طبعا هون الأربعة داخلي لازم تكون يا جماعة، بس هي ملاحظة لازم نعرف أن الأربعة هون داخلي مو طالعة. طيب هي لازم تكون هون داخلة. طيب ليش الناقص 2 طالعة وليش الأربعة داخلة؟ طيب تعالوا نشوف. الناقص 2 صورة لمين؟ للناقص واحد. طيب الناقص واحد داخلي شيء؟ لا، مجال مفتوح عنده، فمعناها الناقص 2 بطالعة. طيب الأربعة صورة لمين؟ لاثنين. طيب 2 داخلة، 2 موجودة جوات هذا المجال، فلذلك بدخل الأربعة. طيب بنيجي على اللي بعده. إذا كان عندي من الناقص واحد مغلق للزائد لا نهاية، نفس الشيء تماما. بس شو فرقت؟ بتطلع من الناقص 2 للأربعة، تمام، من أصغر قيمة بالمجال لأكبر قيمة بالمجال عفوا، يلي هي الأربعة. بس شو فرق معي هون؟ إنه الناقص واحد تمام، هون كانت طالعة فطالعتها، أما هون الناقص 2. بينما هون الناقص واحد داخلي فبدخل صورته يلي هي ناقص 2. طيب إذا بدي صورة المجال من الناقص لا نهاية إلى الزائد لا نهاية أو صورة R، شو بطلع؟ هي هو المجال كله. باخذ من أصغر قيمة بالمجال لأكبر قيمة بالسطر F فتحة. مين أصغر قيمة؟ ناقص 2. للزائد لا نهاية لك هي أكبر قيمة، فبتصير من الناقص 2 للزائد لا نهاية. وطبعا الناقص 2 هون داخلة. ليش داخلة؟ لأنه هي صورة للناقص واحد والناقص واحد داخلة، فصورتها بتكون داخلة. هي بس هيك لنتدرب أكتر على صورة مجال. طيب تعالوا نشوف. عندي هاد مثال أو تدرب بالصفحة 61 السؤال الثاني. عندي هون اف اكس يساوي اكس مكعب ناقص 3 اكس مربع زائد 1 معرف على ار. علل لماذا للتابع اف اكس زائد 1 له ثلاث حلول مختلفة. هلا هون اف اكس زائد 1 تساوي الصفر، ما بعرف اشتغل معها، فبنو للطرف الثاني فباخذها هيك انه اف اكس تساوي الناقص واحد. طيب بدي عدد حلول المعادلة اف اكس تساوي الناقص واحد، بدي اثبت انه هو ثلاث حلول، او بدي استنتج انه له ثلاث حلول. تعالوا نشوف. اول شيء بدي ادرس تغيرات اف، فبوجد النهايه عند الزائد لا نهايه والنهايه عند الناقص لا نهايه. بشتق فبصير عندي 3 اكس مربع ناقص 6 اكس. هلا بعدهم المشتق فبساويه بالصفر.
طالع 3x لبرا عامل مشترك، فبضل عندي إما x تساوي الصفر أو x بتساوي 2. بنعوض بنوجد صورة الصفر وصورة الاثنين. هلا بننظم جدول التغيرات بهالشكل. طيب هلا بدي احكي عن عدد الحلول. يلي ما بيعرف ينظم جدول تغيرات في بامكانه يرجع للفيديوهات تبع جدول التغيرات او دراسة التغيرات. هلا بدي احكي عن عدد الحلول. هلا بيجي باخذ المجالات واحد واحد. اول مجال من الناقص لا نهاية للصفر، التابع مستمر ومتزايد تماما. طب شو صورته؟ صورته بتطلع من الناقص لا نهاية للواحد ليك. طيب بيجي لهون الصفر طالعتها طبعا. ليش طالعت الصفر؟ تمام لاني هلا بدخلها بالمجال يلي بعده. طيب بيجي لعند الصورة هون الناقص واحد، بتنتمي من الناقص لا نهاية للواحد؟ ايه بتنتمي، فمعناها للمعادلة بيكون حل بهذا المجال. طيب ليش اخذت الناقص واحد هون؟ لانه الحل المعادلة اللي مطلوبة او عدد حلول المعادلة المطلوبة هي المعادلة fx تساوي الناقص واحد. اوكي، هي fx تساوي الناقص واحد. وينها هي؟ أه. ناقص واحد. طيب لذلك عم باخذ الناقص واحد اذا بتنتمي ولا لا. نجي على المجال يلي بعده. انتبهتوا هون طلعت الصفر بدخله بيلي بعده. اوكي، 2 داخله من الصفر ل2. الصفر داخلي حكينا ليش، و2 بندخلها ومنطلعه من المجال يلي بعده. هلا هون تابع مستمر ومتناقص تماما. طب شو صورة المجال؟ من اصغر قيمة ناقص 3 لاكبر قيمة، فبيطلع واحد من الناقص 3 للواحد، و2 مغلقين لانه الصفر مغلق و2 مغلق. الناقص واحد بتنتمي من الناقص 3 للواحد؟ اين بلا بتنتمي، فللمعادلة حل بهذا المجال. نجي على المجال يلي بعده اللي هو من 2 للزائد لا نهاية. 2 طالعة. ليش طالعة؟ لأني دخلتها باللي قبل هون. للزائد لا نهاية، لا نهاية اوريدي بتكون طالعة. التابع مستمر ومتزايد تماما ليكو طالع. طيب شو صورة المجال من 2 للزائد لا نهاية؟ بيطلع معي من الناقص 3 للزائد لا نهاية. طيب حلو، في ناقص واحد هون؟ اين بلا في ناقص واحد، فمعناها للمعادلة حل بهذا المجال. فمعناها بيطلع معي للمعادلة 3 حلول. حل بهذا المجال ليكو هون حل وهون حل وهون حل. طيب حلو، نجي على يلي بعده. السؤال الثالث بالصفحة 61. عندي fx تساوي x مربع زائد واحد، معرف على المجال من الناقص 2 من الناقص 3 ل 2. بدي ارسم الخط البياني واوجد صورة الاي، المجال i كامل. بعدين اوجد عدد الحلول او ما عدد الحلول fx تساوي الأربعة. نجي لهون لما بدنا نرسم الخط البياني فبدي ادرس تغيرات. النهاية عند الناقص 3 بنعوض مكان كل x ناقص 3، فبصير ناقص 3 للتربيع زائد 1 بيطلع 10. والنهاية عند 2 فبتصير 2 للتربيع زائد 1 وبيطلع معنا 5. طيب حلو، هون في ناس بتقلي انه استاذ انا بوجد الصورة، ليش عم توجد نهاية مو صورة؟ ما هي نفس الشيء، ما هذا تابع مستمر، النهاية بتساوي الصورة فنفس الشيء. طيب هلا وجدنا النهاية او الصورة، هلا بوجد اف فتح الاكس بشتق هذا بيطلع معي 2 اكس، بعدمه فبيطلع اكس بتساوي الصفر، صورة الصفر هي 1. فهلا اذا بدي ارسم جدول التغيرات حيكون بهالشكل. هلا اذا بدي اجيت لارسم الخط البياني، الخط البياني رح يكون بهالشكل. عند الناقص 3 كان 10، نزل لعند x 0 y 1 لعند هي قيمة حدية صغرى، بعدين طلع لعند x 2 y 5. فالخط البياني من هون نزل هيك وبعدين طلع. هلا طالبين مني صورة المجال من الناقص 3 ل 2 او صورة الاي. فبيجي لهون فيني من جدول التغيرات انه صورة الاي هي من اصغر من ناقص 3 ل 2 هي من اصغر قيمة بالمجال لاكبر قيمة بالمجال. اصغر قيمة بالمجال هي الواحد واكبر قيمة بالمجال 10، فمن الواحد للعشرة. وبطريقة تانية فيني روح انه لما الاكس بين الناقص 3 و2 الواي وين كانت؟ الواي ليك بين الواحد والعشرة، فلذلك بتكون صورة المجال هي من الواحد للعشرة. طيب حلو، تعالوا نشوف عدد حلول المعادلة fx تساوي الأربعة. بيجي بمشي على المجالات مجال، عندي هي جدول التغيرات. بيجي على المجال الأول من الناقص 3 للصفر، التابع مستمر ومتناقص تماما. طيب شو صورة المجال؟ طبعا ناقص 3 داخلي والصفر دخلتها. صورة المجال بتطلع معي من الواحد للعشرة. طيب حلو، الأربعة موجودة بين الواحد والعشرة؟ ايه موجودة، فمعناها في حل بهذا المجال. نجي على المجال يلي بعده. الصفر دخلناها هون فبنطالعها هون، فمن الصفر لاثنين. صفر طالعة واثنين داخلة، التابع مستمر ومتزايد تماما ليكو طالع. طيب شو صورة المجال؟ من أصغر قيمة اللي هي الواحد لأكبر قيمة اللي هي الخمسة. طيب بين الواحد والخمسة في أربعة؟ إيه بلا في أربعة، فمعناها بيكون حل حل بهذا المجال وحيد طبعا. شو طلع معي؟ هون حل وهون حل، فمعناها للمعادلة حلين مختلفين. طيب تعال نشوف هذا التمرين. عندي هون هون التمرين هون هو رقم الصفحة خطأ. تمام، هاد بتمرينات ومسائل، هلا بنحكي برقم الصفحة. طيب عندي هون بس هي مشان تنتبهوا له. بنجي لهون عندي تمرين fx تساوي x زائد جذر x ناقص 1 ناقص 4، معرف على المجال من الواحد للزائد لا نهاية.
بدي أدرس تغيرات التابع وأثبت إنه للمعادلة حل وحيد. بعدين بدي أحسب جبريا قيمة هذا الحل. تعال نشوف شو يعني. هلا الطلب الأول بسيط، الطلب الثاني احسب جبريا. هلا بنشوف شو قصدهم بهذا الشغل. بدي أدرس تغيرات، فأول شي بوجد نهاية التابع عند الواحد، فبيطلع معي زائد عند الواحد بيطلع ناقص 3، بتصير واحد زائد هي بيطلع صفر ناقص 4 فبيطلع ناقص 3، وعند الزائد لا نهاية بيطلع زائد لا نهاية. هلا بعدين بدي اشتق التابع اف فتحة، مشتق الاكس بيطلع واحد، بنيجي لهون مشتق هي مشتق المضمون على المضمون. هلا هذا المشتق موجب، انا بهمني من المشتق اشارته، هون واضحة انه موجبة، فما في داعي اعدمه كذا، فخلص مباشرة على جدول التغيرات. جدول التغيرات بيكون بهالشكل. عند الواحد بيكون النهاية هي ناقص 3 او الصورة هي ناقص 3، وعند الزائد لا نهاية زائد لا نهاية، والمشتق موجب دوما فالتابع طالع دوما او متزايد دوما. هون حطيت هي الإشارة لأنه هو ما له اشتقاقي عند الواحد. ليش؟ لأنه هذا الجذر ليس اشتقاقي عند الواحد. الجذر اشتقاقي لما بيكون مضمون الجذر موجب تماما، بينما عند الواحد بينعدم. طيب حلو. هلا بدي اشوف ليش للمعادلة حل وحيد، فبيجي ما عندي غير مجال وحيد من الواحد للزائد لا نهاية. التابع مستمر ومتزايد تماما. طيب صورته من الناقص 3 للزائد لا نهاية. طيب في صفر بهذا المجال يلي هو من الناقص 3 للزائد لا نهاية؟ ايه في صفر، فمعناها المعادلة اف اكس تساوي الصفر حل وحيد. حلو هالكلام. هلا بدي احسب جبريا قيمة هذا الحل او القيمة الحقيقية لهذا الحل. احسب جبريا يعني حل بالطريقة اللي انت بتعرفها سابقا، تبعت انه مجاهيل لطرف معاليم لطرف الى اخره، بغض النظر عن المعادلة شو هي حسب اي درجة. تمام. مثلا هون اذا بدي احلها فبدي اساويها بالصفر، لانه المعادلة اف اكس تساوي الصفر. هلا نقلت كلت للطرف الثاني وعزلت الاكس لوحده، ليه الجذر عفوا لوحده. ليش؟ مشان هلا ربع وروح. بس قبل ما ربع بدي انبهكم على ملاحظة، انه هذا جذر صح، فهاد أكيد هو مقدار موجب. طيب وبيساوي هذا المقدار، فأكيد لازم يكون هذا المقدار موجب لحتى يتساووا. تمام. فمعناها في عندي شرط قبل ما أربع. شو هو الشرط؟ إنه المقدار هاد 4 ناقص إكس لازم يكون موجب. إذا نقلت للطرف الثاني فالإكس أصغر من 4. تمام. فهلا اي اكسايه بتطلع اصغر من 4 فهي مقبوله، اي اكسايه اكبر من 4 فهي مرفوضه. طيب حلو. وفي عندي هون شرط انه الاكس لازم تكون بين الواحد والزائد لا نهايه. ليش؟ لانه هي شو هي تحت جذر، يعني ما بيصير يكون عندي اكس ناقص واحد هي، فبدي المضمون الجذري يكون موجب. فمعناها الشرط الحل صار عندي الاكس لازم تكون بين مين ومين، اصغر او تساوي الاربعة واكبر او تساوي الواحد. اوكي هذا شرط الحل. وحتى اذا كتبت هاد مو مشكله، بس بدي انتبه لمراعاة هاد. اوكي. طيب هلا بنجي بنربع الطرفين فصارت بهالشكل، بنفك هي مطابقة صارت هي معادلة بهالشكل، نقلتهم كلهم لطرف واحد وساويت طلعت بهالشكل هاد. هلا صار عندي فيني اشتغل معادلة من الدرجة الثانية، فهي بدي اشتغل دلتا. فبنجي لهون أول شي بوجد الدلتا بي مربع بتطلع 81 ناقص 4 اي بي سي فبيطلع معي 13. الدلتا موجبة، فشو معناها؟ معناها يوجد حلين. الحل الأول ناقص بي ناقص جذر الدلتا على 2A، والحل الثاني ناقص بي زائد جذر الدلتا على 2A. هدول هن الحلين. هلا أنا بدي أعرف مين المقبول ومين المرفوض. ليش؟ لأنه نحن طلع معنا حل وحيد من شوي. تمام. هي أول شغلة، فنحن لازم يطلع معنا جواب واحد. وتاني شغلة، حتى لو مو طالبين عدد حلول المعادلة فأنا في عندي شرط حل، بدي في يعني أعداد أقبلها وأعداد أرفضها بناء على شرط الحل. بيجي لهون جذر 13 يا جماعة هو عدد بين الثلاثة والأربعة، فناقص جذر 13 رح يكون بين الناقص 3 والناقص 4. فإذا زودت له 9 فشو رح يصير؟ رح يصير بين الخمسة والستة تقريبا. طيب قسمته على 2 فشو رح يصير؟ رح يصير بين 2 ونص والثلاثة، فهو بين هو أصغر من 4 وأكبر من 1. إيه فهذا مقبول. طيب بيجي لهون ليش هذا مرفوض؟ جذر 13 حكيت هو عدد بين الثلاثة والأربعة، زودت له 9 صار بين 12 وال 13، قسمته على 2 فصار بين الستة والستة ونص. تمام. فبين الستة والستة ونص مانو أصغر من 4، فلذلك هذا مرفوض. هيك بنكون انتهينا من فيديو اليوم. كان الفيديو هو عبارة عن تمارين من الأفكار هي لحتى نعزز فكرة الاستمرار وحل المعادلات. كنت معكم أخوكم المدرس أيهم الدالي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وأي سؤال بنرحب بأسئلتكم جميعا. هيك بنكون انتهينا من الفيديو. موفقين جميعا.